في بعض العلامات في مرحلة المراهقة أنا ما بينفعش أبدًا أتجاهلها، يعني لو كان هو المراهق مش مندمج مع الأسرة، عنده مشكلة في علاقاته، في عنف زيادة، في بعض العلامات بتقول إحنا محتاجين مساعدة نفسية، يعني في درجة بنوصل لها بتبقى أكبر من إن إحنا عايزين نصيحة أو مجرد رد، إحنا هنا محتاجين حد يساعدنا ويستكشف معانا إيه المشكلة، لكن خلّيني أدّيكِ رد سريع كده بسيط لا يغني عن استشارة حقيقية مع متخصص. حاولي تلاحظي إن هي في العلاقة هي مش عارفة تتنفّس، فواضح إن في control عليها، حاولي تخفّي ده. أحيانًا لمّا بنحاول نهتم بالمراهق وهو يبعد أكتر مش بيبقى محتاج زيادة اهتمام، مش بيبقى محتاج نقرّب تاني أكتر من كده، هو بيبقى محتاج ندّي له أمان. الأمان ده ممكن يكون أخِف سيطرة، أخِف نقد، أخِف زعيق. شوفي إيه اللي ممكن يكون ضاغط في العلاقة ما بينكم وخفّيه، حسّسيها إن هي أهم من المتطلبات اللي بتطلبيها منها، وبرضه هارجع تاني وأقول لِك روحي لمتخصص بيها في أسرع وقت.